السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين يكون لقاؤنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبايبي أن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نعمة عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم بقى بلقاء النبي وإن احنا نشوفه ونكون في صحبته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم القيامة احنا هنلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر إن شاء الله إن كنا من أهل الجنة، ونلتقي معه مرة أخرى في عند أبواب الجنة، ونلتقي معه بعد ذلك دائما في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمواضع التي سنلتقي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حددها النبي صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع قبل ما ندخل الجنة. إيه هم ال3 مواضع؟ يتضح ذلك من خلال حديث سيدنا أنس بن مالك الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل ذلك، يعني هعمل لك كده وهشفع لك يوم القيامة يا أنس. يا بختك يا سيدنا أنس. فقال أنس: فقلت يا رسول الله فأين أطلبك يوم القيامة؟ طب أدور عليك فين يوم القيامة؟ ده يوم القيامة سيحشر الجن والإنس والطير والوحش والملائكة، يعني أعداد مش بالمليارات، يعني أشد من التريليونات. ورغم ذلك فبيقول له: أشوفك فين؟ أقابلك فين هناك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: حدد له 3 مواضع قبل دخول الجنة. قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم واقف عشان يطمئن على أمته صلى الله عليه وسلم إن هم عدوا على الصراط ووصلوا الناحية التانية علشان يدخلوا الجنة معاه. قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس: قلت: فإن لم ألقك على الصراط، لو ما لحقتكش على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. النبي برضه بيطمئن على أحوال الأمة إن هم بفضل الله يثقل موازين حسناتهم على موازين السيئات عشان يخشوا الجنة. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواطن ال3. يعني يا إما تلاقيني على الصراط، يا إما عند الميزان، يا إما على الحوض. والحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يبقى دي ال3 مواضع التي نلتقي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة. الموضع الثاني بعد كده عند باب الجنة، بيكون اللقاء الثاني عند بوابة الجنة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم هو أول من يقرع أبواب الجنة، فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام: يقول من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله. فيقول له رضوان: بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. فيجتمع المؤمنون خلف النبي ليدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الثالث والأخير بقى داخل الجنة، اللي هو مرافقة النبي في الجنة أو زيارة النبي في الجنة بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة خاصة جدا في الجنة بتسمى الوسيلة. ورد فيها حديث، نعم ورد فيها حديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو لكنه التواضع. قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعلى الرغم من ان دي اعلى درجة في الجنة، فعلى الرغم من علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الا ان اللقاء به داخل الجنة مضمون للمؤمنين من خلال التزاور واللقاء بين الدرجات، حتى
حتى وإن تفاوتت الدرجات بين عامة المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم، وينزل الأعلى للأسفل أو يرتفع الأسفل لرؤية الأعلى إكراما لهم، فلا يحرم أحد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه والاستماع إليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.